عملنا طلبيه من امازون، كان في تخفيضات حلوه جدا، والطلبيه دي فيها اقوى باور بانك انا جربت. المهم الكرتونه جت النهارده، يلا نفتحها ونشوف مع بعض. الحاجات دي كانت لقطه وعليها سيل حلو جدا. يلا نشوف اول حاجه. يو جرين باور بانك الجامد جدا. تعالى بقى اقول لك هو ليه جامد. سعته التخزينيه 25,000 ملي امبير، يقدر ان هو يشحن لك 3 اجهزه في نفس الوقت. تعالوا نشوف شكله ومحتوياته اللي بتيجي معاه. بعد ما فتحنا العلبة بنلاقي الجهاز نفسه لونه رمادي، ومعاه الكابل بتاعه والجراب اللي احنا هنشيل القطع دي فيه. يلا بقى نشوف الباور بانك نفسه. بعد ما بندوس على زرار الباور وبنشغله بيظهر لنا الشاشة رقمية، ويظهر لنا على الشاشة نسبة شحن الباور بانك. ومن ناحية الراس هنلاقي 3 مخارج USB، 2 تايب سي، والكبير ده تايب اي، يعني تقدر تشحن موبايل وسماعة ولابتوب في نفس الوقت، ويقدر يشحنهم بقوة 200 واط لكل ساعة. تاني واجمد حاجه كنا محتاجينها، احنا عندنا مجموعه دايسون للشعر، ولكن المجموعه كان ناقصها قطعه مهمه جدا، وهي القطعه اللي بتجفف الشعر اللي عامله زي الاستشوار، ولكنها مش قطعه اصليه بنقدر ان احنا نجيبها من دايسون، ولكن هي مصممه ان هي تقدر تركب على جسم الجهاز زي القطعه الاساسيه بالظبط. وده فيديو كنت بجرب فيه كل قطع مجموعه دايسون للشعر مع القطعه الجديده، لو عايزين تشوفوه هو متاح على القناه. تالت حاجة معانا، وعشان برضو احنا عايشين في دولة فيها رطوبة عالية جدا، كنا جبنا جهاز برو بريز لإزالة الرطوبة. الجهاز ده بيطلع لنا كمية المية دي 3-4 مرات في اليوم، ولكن هو مش بيوصل للأماكن المغلقة زي الدواليب، وعشان كده احنا جبنا المنتج موجود على القناة ريفيو عن الجهاز ده لو حد عايز يشوف. المهم يلا نرجع لأكياس إزالة الرطوبة. الكيس ده بيتعلق في الدولاب، وبعد فترة بتلاقي ان الجزء اللي تحت ده اتملى مية، وبكده بتتأكد ان هو فعلا سحب الرطوبة. الكرتونة بيكون فيها 10 قطع بس. تعالوا بقى نشوف بعد ما حطيناه في الدولاب لمدة يومين ايه اللي حصل. الجزء اللي تحت اتملى مية فعلا. الحقيقة ان انا كل مرة بتصدم ازاي في ناس عايشة في الرطوبة العالية دي من غير الادوات دي، من غير برو بريز ولا من غير الاكياس دي. المهم احنا كده خلصنا الفيديو، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات.